هذه الحلقة ليست للأطفال، بس لو انت طفل وعندك فضول تشوف الحلقة ماشي قشطة المرة دي بس عشان انا بحبك. ها ولا اقولك لا من غير بوس عشان محدش يفتكر غلط. وهذه بعض من افضل تعليقات الفيديو الماضي وانا ارد على كل التعليقات. وهيا لنبدأ. برنامج الدببة الثلاثة. فاذا تعمقنا في هذا الكرتون سوف نلاحظ انهم ثلاث دببة، صح كده؟ شهاب، باندا، قطبي، ولكن هذا غير صحيح، فلا يوجد اصلا غير قطبي وشهاب. بس مين باندا ده وليه بيظهر معاهم اصلا مادام هو مش موجود؟ وما تم اكتشافه سوف يصدمكم. هل سألت نفسك من قبل لماذا الدب قطبي؟ غامض كده تحس انه مخبي حاجة؟ اكيد سألت نفسك السؤال ده عشان بيتكلم قليل وبيظهر قليل. وبعد التحقق من الامر اخيرا تم معرفة السر. ففي البداية عندما كانوا صغار كان لون باندا الحقيقي هو الأبيض، وباندا ليس اسمه الحقيقي، اسمه الحقيقي هو سويت، وهو وقطبي من نفس الفصيلة. وفي يوم من الأيام التقوا بأطفال كثيرة على الشاطئ فقاموا باللعب معهم حرب القلاع. بص هو أنا ما كنتش فاهمها في الأول، بس اتضح إن كل فرقة بتعمل بيت من الرمل وبيفضلوا يحدفوا بعض بالرمل. هي اللعبة حلوة صراحة عجبتني، بس مش أحسن طبعا من سيرفر ماينكرافت اللي احنا عاملينه. والسيرفر فيه حبة صغيرين جدا من جيش المعلشيون وبيبنوا فيه حاجات غريبة شوية يعني ايه ده. فلو عايز تخش السيرفر معانا انا دايما بكون فيه وبنتكلم مع بعض، ابعتلي على الانستجرام وقولي انك من جيش المعلشيون وانا هدخلك معانا. لنكمل الحلقة. والدببة الثلاثة كانوا مع هذه الفتاة في الفريق، ولكنهم كانوا على وشك الخسارة. فأتت فكرة إلى هذه الفتاة، وهذه الفكرة دمرت حياة سويت إلى الأبد وجعلته من الأموات. فقامت بتلوين سويت من هذا الشكل إلى هذا الشكل، وقامت بتسميته باندا، وقامت بتنزيله من القلعة لكي يذهب إليهم على أنه شخص غريب لكي يقوم بإلهائهم حتى يفوز فريقه. وبالفعل فازوا والدنيا كانت حلوة واليوم مشي كويس جدا. ولكن سويت أحب شخصية باندا كثيرا وقرر أن يعيش فيها إلى الأبد، لأن هذا اللون أجمل من اللون الأبيض. ومن بعد هذه الحلقة أصبح جميع الناس يحبون باندا لأنه مختلفا وجذابا بلونه الجديد. الأخ قطبي بقى يسكت؟ طبعا لا. فأصبح قطبي يكره باندا كثيرا ويغار منه، لأن الناس باتت تحب باندا أكثر من قطبي بسبب لونه المختلف. ومنذ هذه الحلقة دخل قطبي في اكتئاب شديد. لهذا السبب نرى قطبي دائما صامتا ولا يتكلم لأنه يشعر بالغيرة الشديدة. وقرر أن يبحث عن هذه الفتاة التي كانت تلعب معهم عندما كانوا صغار لكي تقوم بتلوينه إلى نفس لون باندا. وفي حلقة من الحلقات كان قطبي يتسوق في المدينة، وعندما أنهى تسوق ظل يدخل في أماكن عشوائية ويقوم بالدق على الأبواب معتقدا أنه سوف يعثر على هذه الفتاة مرة أخرى، ولكنه لم يجدها. فأصبح هدف قطبي الوحيد هو قتل باندا، لأن باندا أفضل منه بلونه الجديد. وبالفعل استطاع قتل باندا. ففي حلقة المطبخ كان قطبي يقوم بصنع مشروب ساخن لباندا، ولكن كانت ملامحه غاضبة وكان سريعا في حركته، وكانت هناك أجواء غريبة. وعندما أنهى المشروب كان فوقه مجسما يشبه القلعة الرملية التي كانوا يلعبون فيها عندما كانوا صغار. وهنا أحس باندا أن هناك شيئا مريبا. حسنا، إذا نظرنا مرة أخرى على هذا الحليب المضاف إلى هذا الشراب سوف نلاحظ أنه يحتوي على شيء يشبه الكرات الحمراء، وهذا الشيء هو سم. وهو بالفعل استطاع أن يجعل باندا يشرب من هذا الشراب. ومن بعد هذه الحلقة نلاحظ أن باندا أصبح يتعب بشكل تدريجي حتى الحلقة الأخيرة. ففي الحلقة الأخيرة من الدببة الثلاثة نلاحظ أن باندا لم يقم بالظهور فيها، والسبب المؤلم أنه مات بسبب المشروب الذي صنعه قطبي له. وكان باندا يشعر أن هذا المشروب فيه سم. فعندما رأى باندا هذه القلعة أحس أن قطبي يخبئ شيئا ما يخص هذا اليوم الذي كانوا يلعبون فيه حرب القلاع. ولكن ما حدث بعد موت باندا كان غريبا، فقد أحس قطبي بالندم الشديد لأنه قام بقتل أخيه، لأن رغم الغيرة التي كان يشعر بها قطبي إلا أنه كان يحب أخيه. فإذا نظرتم إلى قطبي في الحلقة الأخيرة سوف نجده وكأنه يفكر في شيء ما، وبالتأكيد هو يفكر في أخيه الدب سويت. ثم بعدها تنتهي حلقات ومسلسل كرتون الدببة الثلاثة. أخيرا الكرتون خلص. ده طلعوا بتوع حوارات يا عم، أنا كنتش فاكر كده. يلا بقى سلام عشان هروح أنام أنا. حبيبي هتوحشوني، بس اقفلوا النور وانتوا خارجين بقى. ايه ده؟ هو ايه الاشعار ده؟ ايه في مصيبة جديدة؟
انا كنت عارف ان اليوم الاسود ده مش هيعدي. يلا هنكمل بقى وخلاص، ما فيهاش نوم النهارده. ولكن بعد انتهاء كرتون الدببة الثلاثة لم تنتهي الاحداث المرعبة هنا. فبعد الحلقة الاخيرة لاحظوا الناس ان باندا لم يظهر، ثم بدأت الناس تتساءل في الامر بطريقة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان ظهرت فتاة مجهولة المصدر وقامت بتفسير كيف قتل قطبي باندا. وعندما عرف الناس سر النهاية السيئة لباندا أصيبوا جميعا بالحزن، لأن باندا كان من الشخصيات الأكثر جاذبية واللطيفة جدا والمحبوبة في كرتون الدب. انا ما اعرفش انا ليه بتكلم عليه كده، انا حاسس ان انا هروح اتجوزه. خلينا في موضوعنا احسن والنبي. من هي هذه الفتاة وكيف عرفت هذا السر المرعب؟ فبعد البحث عن اي معلومات تخص هذا الحساب لن نستطيع الوصول الى اي شيء، ولكن اذا نظرنا الى صورة هذه الفتاة سوف نلاحظ انها تشبه الطفلة التي كانت موجودة في برنامج الدببة الثلاثة من الموسم الاول، وهذا يعني انها تعلم منذ البداية ان قطبي يخطط لقتل باندا. ولكن السؤال هنا، ومن سوف يجيب على هذا السؤال سوف يظهر معنا في الفيديو القادم. كيف عرفت هذه الفتاة سر قطبي المرعب؟ وانا برد على كل التعليقات، وبالنسبة للتعليقات في شخص كتب تعليق طويل وبيقول ان كلام مهم، ماشي، مع اني بكسل اقرا التعليقات الكبيرة، معرفش ليه بخاف منها كده. بس ماشي قشطة، هحاول. يجب عليك مراعاة الله فيما بس كده كفايه. اول مره الجايه ابقى كتبت عليه صغير. ماشي بس بجد بقى يا جدعان، وبعيد عن الهزار، رقم 6 دي جميله قوي واعتبروها رساله ليكم، ولينك الانستجرام في اول تعليق علشان تخش سيرفر ماينكرافت بتاعنا اللي بنبني فيه حاجات مجنونه وبنتكلم فيه مع بعض وبنقضي فيه وقت حلو. خش قولي انك من جيش المعلشين في الانستجرام وانا هبعت لك اي دي السيرفر.